عشان كده مهم جدا تبقى فاهم الكاستمر جيرني بتاعت البروسبكت بتاعك. يعني دلوقتي في واحد ممكن جدا يكون بيبيع حاجه البيعه بتاعتها سهله، لو تيكت مثلا سيرفيس، بيعمل اعلان، او حتى لو كان عنده باني اودينس على السوشيال ميديا بتاعته، او باني ايميل ليست، ممكن جدا لما يجي ينزل حاجه عن المنتج ده الناس تروح تشتريه بسهوله، تروح الويب سايت اوردر وخلص الموضوع. انما كل ما الخدمه بتاعتك او المنتج الديجيتال برودكت بتاعك غلي بقى هاي تيكت، او طلع ناحيه ان هو هاي تيكت، ده معناها ان الجيرني دي ممكن تطول شويه، ممكن تطول في المسار وممكن تطول في الوقت. يعني ممكن هي المسار ما يبقاش طويل قوي، بس الناس محتاجه وقت عشان تهضم اللي انت بتقوله او تطمن لك عشان تدفع لك فلوس اكتر. يعني انا واحد من الكلاينتس اللي عندي الترافيك سورس بتاعه الاساسي بتاعه هو جوجل ادز اصلا. كويس ليه؟ لان هو بي تو بي ونيتش كده معين، ففكره اعلانات السوشيال ميديا بالنسبه له ما هياش حاجه توكله عيش يعني. طيب الفكره فين؟ الفكره في ان هو طيب جاب جوجل اد. طب ما هو الراجل اللي جه من جوجل اد ده معناه ان دخل عمل سيرش بكيورد او بسيرش تيرم، عمل حاجه ريليتد ليه، فضغط لقى السيلز بيج او اللينك بتاع الويب سايت بتاعه، ضغط دخل انبسط زي الفل. بس هل كمل؟ لا. بيعمل ايه بقى؟ طبيعه الخدمه دي بيروح البروسبكت ده يوم رايح يدور عليها على السوشيال ميديا، واول سوشيال ميديا بيدور عليها ايه؟ لينكد ان. هو بياخد باله من الحته دي، واخد باله الفرق لما هو نشط اهتم بلينكد ان بتاعه شويه، الموضوع ده فرق معاه ازاي. وبالتالي اصبح هنا ان بقى في دور تكميلي. فلما بنيجي احنا بقى نبني استراتيجيه للكامبين على السوشيال ميديا، هو دلوقتي اصلا اللي بيدفع لها اعلانات ايه؟ اللي بيدفع عليها فلوس ايه؟ هي جوجل. مش بيصرف اعلانات على لينكد ان ولا لا، هو بيدفع اعلانات البيد ادز مع على جوجل. لكن احنا بنكمل الكامبين دي بجزء مش مدفوع بالحاجات اللي بتتببلش على السوشيال ميديا، عشان عارفين انها بتكمل الصوره، عارفين هو الراجل البروسبكت ده الجيرني بتاعته ماشيه ازاي. فاحنا بنقول الراجل ده هيعدي بثلاث اربع نقط قبل ما يتواصل مع البيزنس، فالثلاث اربع نقط دول احنا عايزينه يشوف فيهم ايه. احنا بقى بنقرر اللي احنا هنشوف، بيبقى موضوع متعمد. يعني احنا قاصدين ان هو هيشوف هنا كذا وهيشوف هنا كذا وهيشوف هنا كذا. وطبعا ده بيبقى شكل متكرر وبرضه بيطلع منه فاريشنز كتير. ليه؟ لانه هو حاجه، يعني لو انت بتبيع خدمه وعندك مجموعه عناصر عايز تبينها، فانت هتيجي تبينها مثلا، هتشتغل على خطه محتوى معينه على مدار مثلا شهر او اتنين، هتلاقي الحاجات اللي انت بتتكلم فيها مثلا خلصت، ما بتعيدها تاني بس بزاويه تانيه بمنافع تانيه بعرض تاني، وهكذا بتظل الدوره دي شغاله. بس في الاخر كل ده مبني ازاي عشان يكون بيجيب نتيجه؟ لازم يبقى له منهج. المنهج ده اللي بيحكمه ايه؟ الكاستمر جيرني.